السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نصاوبوا مع بعضياتنا وصفة الكسكس المغربي، الوصفة اللي كيعرفها العالم كله واللي كتعجب الناس كلهم. نبداو بالمقادير، وغادي نحتاجوا بصلة ومطيشة. اللحم هنا درت قياس 4 اشخاص اللي هو 750 غرام، وعندي ربطة ديال المعدنوس. وهنا بالنسبة للعطرية غادي نحتاجوا الملحة، الخرقوم، القزبر غبرة، سكينجبير واليبزار. هنا درت من القياس ملعقة صغيرة من كل حاجة. وكذلك المكون السحري اللي هو السمن، اللي ضروري يكون في الكسكس. كنعرف كاين ناس ما كيعجبهمش، تقدروا تستغناو عليه. هنا غادي نبداو اول حاجه واللي هي غادي نديروا اللحم ديالنا تقلى شويه في الزيت قبل ما نزيدوا عليها المقادير الاخرى. غادي نحطوها هكذا في الطنجره، وغادي نبداو نحركوها شويه بشويه حتى نقليوها على الجهات بجوج كيف ما كتشوفوا. كنقلبوها باش تتقلى، حيت هذيك ملي كنقليو اللحم ديالنا كتجي ألذ في الكسكس. انا هنا غادي نستعمل طنجره الضغط. نتوما الا بغيتو تستعملوا طنجره عاديه تقدروا تستعملوها. انا بالنسبه لي طنجره الضغط كتسهل عليا الطياب. غادي نزيدوا عليها البصله اللي قطعناها هكذا. تقدروا تقطعوها اصغر الا ما كيعجبكمش تحسوا بطروف هاد البصله في الكسكس. انا كيعجبوني فقطعتها قطع متوسطه، ما كبيره ما صغيره. هي مع الطياب كتذوب لكن كتبقى باينه. زدت عليهم مطيشه، وكيف ما كتشوفوا انا مطيشه درتها بالزريعه ديالها وبالقشور ديالها، فانتم تقدروا تقشروها وتحيدوا الزريعه الا بغيتوا. غادي نخلطوا هاد الثلاثه ديال المقادير مع بعض حتى نشوفوا باللي بداو كينسجموا. غادي نزيدوا عليهم العطريه كلها كيف ما قلت لكم. غنخلطوا كلشي باش ندخلوا العطريه ديالنا في اللحم. هنا في نفس الوقت اللحم ديالنا كتكون كتقلى مع العطريه، كتزيد تعطي نكهه ألذ. وغادي نمرقوا، غنبداو نمرقوا شويه بشويه. هنا ملي كنمرقوا كنديروا الماء سخون ماشي الماء بارد باش ما يخليش اللحم ديالنا تعزف وما طيبلناش. كنديروا عليه الماء سخون شويه بشويه حتى كنغطيو المقادير كلها بالماء. بالنسبه للتمرق، هنا هاد المرقه غادي نطيبوا فيها الخضره، فما تخافوش الا بغيتوا تزيدوا الماء اكثر واكثر ما تخافوش، لانه من بعد غادي نحتاجوا المرقه باش نطيبوا فيها الخضره ديالنا. وغادي نديروا الربطه ديال المعدنوس ما تقطعوش ديروه باش ما يبدلكمش اللون ديال المرق. فغادي نحطوه هكذا، وحتى الا بغيتو تحيدوه من بعد تقدروا تحيدوه. وكنزيدوا كذلك معلقه ديال السمن. هنا بالنسبه للسمن زدتو حتى زدت الماء، ما زدتوش قبل باش ما يتحرقليش. غادي نحاولوا نخلطوا كلشي مع بعض كيف ما كتشوفوا هنايا. وغنزيدوا هنا الحمص، كيبقى اختياري. انا كيعجبني الحمص في الكسكس، اللي ما كيعجبوش يقدر ما يديروش. الحمص ديالي كنت مفزقاه شويه، كميه قليله على حسب الذوق. اللي بغى ما يديروش ما يديروش. وغادي نغطيو الطنجره ديالنا، غادي نديروا لها الصفاره باش تصفر. غادي نخليوها غير تصفر، نزيدوا عليها نص ساعه اخرى. فغادي نديروا عافيه متوسطه غير تصفر، نقصوا العافيه ونخليوها نص ساعه على ما طيب لنا اللحم. غندوزو للكسكس اللي عندي. هنا انا استعملت كسكس ديال البلبوله. بالنسبه للكسكس ديال البلبوله من الاحسن انه يتغسل كما كتشوفوا. كديروا عليه الماء هكا كما كتشوفوا. ملي كديروا الماء كاع الشوائب والنخاله الزايده كطلع لنا فوق الماء. فانا حاولت نحيد هذيك النخاله بالماء. غادي نصفيوه ونرجعوا باش نوجدوا الكسكس ديالنا باش يطيب. هنا من بعد ما صفيناه غادي نزيدوا عليه معلقه ديال الزيت. انا هنا درت زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا زيت نباتيه الا بغيتوا، ولكن زيت الزيتون كيعطيه نكهه زوينه. وغادي نزيدوا عليه كذلك شويه ديال الملحه. هنا الدور ديال الزيت كيخلينا ان الحبيبات ديال الكسكس ما يتعجنوناش ويلتصقوا مع بعضياتهم. حتى في الكسكس العادي كندير نفس الطريقه، فكنخليه هكذا كنخلطهم مزيان. كندخل الزيت والملحه في الكسكس ديالي وكنخليه يتشرب مزيان هذاك الماء اللي غسلناه به حتى كيتشرب مزيان. وكان ديك الساعه كندوز كنحطو في الكسكاس. غادي نديروه مع بعضياتنا باش نوريكم الطريقه كيفاش كيتحط في الكسكاس. غادي ندوزو للخضره ديالنا، وكيف ما قلت لكم انا غادي نوجد كسكس الاربعه ديال الاشخاص. هذه الخضره اللي كانت عندي متوفره: الكورجيت والبطاطا والقرعه وخيزو والفلفله، بطاطا حلوه بطاطا عاديه. كنقطعوهم قطع كبيره كيف ما كتشوفوا، لانه الكسكس في التقديم ديالو كيبغي القطع تكون كبيره. وفي نفس الوقت هنايا غادي نجيبوا واحد التبصيل اخر. غادي نحاولوا نفرزوا الخضره اللي كتبغي دغيا والخضره اللي كتبغي وقت اكثر في الطياب. فهنا حيت القرعه اللي كيف ما كتشوفوا خليتها بالقشره ديالها غير غسلتها مزيان، والكورجيت والفلفله.
هادو بالنسبه لي كيحتاجوا وقت اقل. حنا كيف ما كتعرفوا الكسكس ما كيبغيش الخضره تكون طايبه بزاف، فغادي نديرو في الاول الخضره اللي هي كتكون قاصحه، اللي هو اللفت وبطاطا وخيزو وبطاطا حلوه. هادو غادي نديروهم يطيبوا هما الاولين، من بعد غادي نزيدو الاخرين. هنا من بعد ما رجعنا الكسكس ديالنا كما كتشوفوا تشرب الماء وتشرب هذاك الزيت، كنحاولوا نفكوا حبيبات الكسكس كما كتشوفوا كيتفكوا معنا بطريقه سهله وسريعه، ما غاديش تاخذ منكم بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال الجهد. غادي نحاولوا اننا نفككوا الحبيبات كلهم ونتاكدوا باللي ما بقاوش الكرات ديال الكسكس كما كتشوفوا هنا بالطريقه التقليديه بين جوج ديال اليدين. وغادي نديروا الكسكاس ديالنا يسخن وغادي نحطوا فوق منه الكسكس ديالنا. هنا بالنسبه لي انا الكسكاس كان عندي صغير فدرت تكسكست على جوج ديال المرات، لانه الكميه ما كافيانيش في الكسكاس، ما لقيتش الكسكاس الكبير كيتباع هنايا فين انا ساكنه. فكنحطوا الكسكس ديالنا مزيان هكا، كنحاولوا اننا نفرقوا على الكسكاس. وهذا الكسكاس هذا ماشي بحال الكسكاس التقليدي، هذا الكسكاس كيخلي الجوانب ما كيوصلهمش الدخان. فانا عندي هاد لاستيوس هذه الطريقه هذه، كنحاول ندير تقيبات في وسط الكسكس كما كتشوفوا كيخرج من وسط من هاد الدخان. هاد الطريقه هذه كتخليني ملي نغطي الطنجره ديالي الدخان يوصل للكسكس كامل كيطيب لي كله، ما كيخليليش الجوانب ما طايبينش. فغادي نغطيوه لمده 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه التكسكيسه الاولى، ومن بعد نرجعوا له. كما كتشوفوا هنا الشكل كيبدا يبان لكم باللي بدا كيطيب شي شويه وبدا كيتبدل. غادي نحيدوه من فوق العافيه وغادي نحطوه في الانيه ديالنا اللي هي كيف ما كتشوفوا هكا اللي نقدروا نكسكسو فيها. الحجم كما كتشوفوا تزاد شويه ديال الكسكس ديالي. غادي ندير له انا هنا شويه ديال السمن، نتوما تقدروا تستغناو على السمن الا ما بغيتوش ديروه. انا كيعجبني الكسكس بمذاق ديال السمن. بغيتو ديروا غير زبده عاديه ولا بغيتو ديروا غير الزيت كيبقى اختيار ديالكم. بغيتو ديروا حتى المرقه اللي طايبه فيها اللحم تقدروا ديروها، غير هو غادي يبدل لكم اللون ديال الكسكس. انا الكسكس ديال البلبله كيعجبني نخليه لونه ابيض، اللون الطبيعي، باش ملي كيتسقى كيبان. فغادي نحاولوا نذوبوا هذاك السمن شي شويه وغادي نجيبوا ماء بارد. غنجيبوا هنا الماء بارد، غادي نحاولوا نسقيو الكسكس ديالنا مره اخرى. الماء بارد مع الماء سخون غادي يعطينا واحد بحال بوست ان الكسكس ديالنا يزيد يطيب. قبل ما نرجعوه للكسكاس غادي يزيد يتشرب هذاك الماء، غادي نخليوه واحد شويه لما يتشرب الماء وغادي نرجعوا له باش نحطوه فوق الكسكاس مره اخرى. هنا كما كتشوفوا اللحمه ديالنا طابت. غادي نحيد اللحم من الطنجره وغادي نخلي غير المرقه، حيت اللحم ديالي طابت ما بغيتهاش تتهرس، بغيتها تبقى هكا صحيحه، فغادي نحيدها. غنخلي غير المرقه اللي طابت فيها باش نطيب فيها الخضره. كما كتشوفوا اللحم راه كطيب دغيا في الكوكوط، كتحيد عليكم التعب والوقت باش ما تضيعوش بزاف ديال الوقت. كيف ما قلت لكم غادي نحطوا الخضره اللي هي كتحتاج وقت اطول للطياب، اللي هي بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، خيزو واللفت. غادي نحطهم يطيبوا لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه ومن بعد نزيد عليهم الخضره الاخرى. هنا ملي كنحط الخضره ديالي كنزيد نعاود شويه ديال العطريه على حسب الذوق. كتزيد شويه ديال الزيت، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير. بغيتو تزيدوا الخرقوم حتى هو زيدوه، غير باش تزيد النكهه تدخل لنا في الخضره ديالنا. فهنا درت شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، درت شويه القزبر كذلك زدتو، وشويه ديال السكينجبير. المهم العطريه اللي استعملنا في الاول كلها، حتى الملحه تقدروا تزيدوها الا بغيتو تزيدوها. كنخلطوا كلشي وكنسدوا على الطنجره ديالنا كيف ما قلت لكم 15 دقيقه 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ما كنديروش الصفاره، غير كنسدوا. هنا رجعنا للكسكس ديالنا، غادي نحاولوا نفككوه هكا كيف ما كتشوفوا. ما يحتاجش منكم بزاف ديال الجهد، حيت هو ديجا فيه الزيت والسمن فمفكك. غادي نرجعوه يطيب فوق في الكسكاس. وهنا كيف ما كتشوفوا مورا 15 دقيقه زدت الخضره الاخرى. هاد الخضره الاخرى ما كتحتاجش وقت اطول، فغادي نزيدوها واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق حتى هي، وغادي نلقاو كلشي طاب. هنا كيف ما كتشوفوا الخضره ديالي طايبه، ما بقى لي غير انني نشوف الكسكس ديالي واش محتاج تكسكيسه اخرى ولا لا، وغادي ندوز لطبق التقديم. هنا كما كتشوفوا التقديم ما عنديش الكسعه ولا تبصيل مغربي، فاكتفيت انني نقدمها هكا. كنتمنى الوصفه تعجبكم وبصحتكم وراحتكم.